اهلا بيك يا صديقي الجميل في ملخص جديد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك ملخصات اجدد واجدد، وما تنساش طبعا تكتب لنا الايموجي ده في الكومنتات علشان اعرف انك من الابطال اللي اتفرجت علينا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. بيبدأ مسلسلنا بعربيات الشرطة وهي بتطارد مجموعة من المجرمين اللي بيبقوا لسه سارقين بنك في المدينة، ولحسن الحظ بيوصل بطلين خارقين وبيعرفوا يوقفوا المجرمين بكل سهولة. وبنعرف ان البطلين هما كوين ميف، ودي بقى يا صديقي بتقدر تجري بسرعة وكمان بتقدر تشيل الحاجات التقيلة. والبطل التاني اسمه هوملاندر، وده بقى قائد مجموعة السيفن وبيقدر يطلع ليزر من عينه. المهم الحادثة دي بتنتشر جدا في المدينة لان الابطال الخارقين نجحوا في القبض على المجرمين وساعدوا الشرطة، وبتبقى دي اول مرة تحصل في المدينة. وبعد كده بنشوف شاب اسمه هيوي كامبل، وده شغال في محل الكترونيات، وبتبقى حياته ملهاش معنى وكلها ملل، والشيء الوحيد المثير في حياته هي صاحبته روبن اللي بيحبها جدا. وفي مرة وهو واقف معاها في الشارع بيدخل فيها بطل خارق اسمه اي ترين، وده بقى عنده سرعة رهيبة زي ذا فلاش، ومن شدة سرعته بيخلص عليها وما بيتبقاش منها غير ايدين، وبيبقى هيوي ماسكهم. وطبعا كل ده هيوي بيبقى مصدوم من اللي حصل، واول ما بيروح للبيت بيلاقي محامي من الشركة المسؤول عن السيفن بيعرض عليه تعويضات مقابل انه ما يتكلمش عن حادثة روبن ولا يقاضيهم في المحكمة. ولكن هيوي بيبقى متضايق فبيرفض التعويض، وبيقول للمحامي انا عايز اي ترين يجي ويعتذر عن اللي حصل ويعرف انه غلطان، وبيطلب منه وقت اضافي يفكر في العرض مرة تانية. وبالليل بنشوف واحد اسمه بيلي، وده بقى بيكره السيفن، وبيكون داخل على هيوي المحل وبيفكره بحادثة روبن، وبيعرض عليه يشتغل معاه في انهاء السيفن، وبيقول له انا بحب انفذ القانون وبحاسب اي بطل خارق بيغلط، ولكن الشركات المسؤولة عن الابطال الخارقين دول دايما بتحميهم مني ومن العقاب. وبعد كده بياخدوا على كازينو سري مليان بالابطال الخارقين، وهناك بيوريه الابطال الخارقين وهم بيعملوا حاجات غير قانونية والشعب الغلبان فاكرهم اطفال. ده كمان بيفرجوا على فيديو لاي ترين وهو بيتكلم مع صديقه على حادثة روبن، وبيبان انه مش ندمان على اللي حصل ولا مهتم اصلا. وساعتها بيحزن هيوي جدا، فبياخدوا بيلي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيقول له ان مفيش اي تقارير خالص بتتكلم عن حادثة روبن، وده بسبب ان اي ترين قال في لقاء صحفي انه ما كانش يقصد يخلص على روبن، هو بس كان بيجري بسرعة علشان يلحق حرامي في المدينة. ولكن بيلي بيبقى شاكك ان اي ترين بيخفي حاجة، فبينصح هيوي يروح لمقر السيفن وهناك يزرع جهاز تصنت علشان يقدروا يكتشفوا الحقيقة. وبعد محاولات كتيرة بيوافق هيوي، وتاني يوم بيتصل هيوي بمحامي شركة سيفن وبيقول له انه موافق على العرض بتاعهم ولكن بشرط انه يقابل اي ترين. وبعد مفاوضات بيوافق المحامي، واخيرا بيروح هيوي على مقر الشركة، وهناك بيقدر انه يعدي بنجاح من غير ما الامن يكتشف جهاز التصنت. وبعدها بيطلع وبيتكلم مع اي ترين وبيحاول انه يتمالك نفسه قدامه، وده لانه كان عايز ينتقم لروبن، خصوصا لما بيظهر على ملامح اي ترين انه مش ندمان. وبعد ما الخلافات بينهم بتتفض بيروح هيوي للحمام، وهناك بيجهز جهاز التصنت علشان يركبه اثناء توقيعه للعرض، ولكن من شدة توتره الجهاز بيقع منه ورا الباب، فبيمد ايده علشان ياخده، ولكن لسوء حظه واحد من الابطال الخارقين اسمه ترانسلوسنت بيشوفه، والبطل ده يا صديقي بيقدر يختفي في اي وقت، وطبعا بيشك في هيوي فبيراقبه اثناء توقيعه على العرض. ومن هنا بتبقى بداية النهاية. وبعد ما هيوي بيخلص مهمته في الشركة بياخدوا بيلي وبيرجعوا على المحل، وهناك بيسلم بيلي على هيوي وبيسيبه وبيمشي، فبيستغل ترانسلوسنت الفرصة دي وبيكلم هيوي عن جهاز التصنت وهو مختفي، وبيمسك هيوي وبيخبطه في الباب. وطبعا هيوي ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل، ولحسن الحظ بيلي بيبقى متوقع ان الابطال هيأذوا هيوي، فبيدخل في المحل بعربيته وبينزل علشان يحارب ترانسلوسنت. ولكن طبعا الموضوع ما بيبقاش سهل كده، وده بسبب ان البطل بتاعنا بيقدر يختفي بسهولة وفعلا بيقدر يهزم بيلي. ولحسن الحظ هيوي بيبقى عارف نقط الضعف بتاعه ترانسلوسنت من برنامج عن الابطال الخارقين، فبتجيله فكرة مجنونة وهي انه يستخدم صاعق الكهرباء ويصعقه بيه، وفعلا بينجح وبيقتله. وساعتها بيلي بيقوله لازم نخفيه في مكان ما يقدرش اي هيرو من السيفن يقدر يوصله، لانهم لو وصلوا له فهتبقى ليلتنا سودا. وبيقترح عليه يخبوه عند فرنشي تاجر الاسلحة الدولي، فبيوافق هيوي وبيروح مع بيلي، ولكن لما بيوصلوا عند فرنشي بيقول لهم مش هينفع نخفي الجثة عندي، وده لان لو السوبر هيروز وصلوا لهنا فهيدمروا المكان. وبيقترح عليهم ياخدوه لمخزن فاضي وفعلا بيوافقوا.
ولما بيوصلوا للمخزن بيعملوا قفص حديدي بيقدر يكهرب اللي يلمسه، وبيحطوا فيه ترانسلوسنت اللي للاسف ما بيبقاش مات. وفي نفس الوقت ده شركة فولت المسؤولة عن السيفن بتكتشف ان ترانسلوسنت اختفى، وبدون اي اهتمام بتطلب من بنت جديدة في الشركة اسمها ستارلايت تاخد مكان ترانسلوسنت وتروح تدور في المدينة عن جرايم مع البطل ديب، وده بقى بيقدر يعوم زي اكوامان. ولكن ستارلايت بترفض في البداية، وده بسبب ان ديب اتحرش بيها زمان، ولكن في النهاية بتوافق علشان تحافظ على سمعة الابطال قدام العالم. وفي يوم من الايام اثناء ما ديب كان في مهمة في البحر اكتشف بواقي طيارة متحطمة، وبنعرف ان هي دي الطيارة اللي كان فيها مساعد الرئيس واللي اتبلغ عنها زمان ان حصل لها حادثة واختفت. ولكن الغريب ان ديب اكتشف ان الطيارة اتحطمت بسبب ليزر من بطل خارق، ولكن بيرفض يقول المعلومة دي قدام الصحفيين علشان يحافظ على سمعة الابطال، وبيكتفي بانه يبلغ المديرة بتاعة فولت. وبنرجع فلاش باك ليوم الحادثة دي، وهناك بنشوف هوملاندر وهو بيطلع ليزر علشان يحطم الطيارة، ولما بتسأله مديرة الشركة عن السبب بيقول لها المساعد ده ما كانش عايز الابطال يشتغلوا في المدينة، وكمان بينشر شائعات عن مخدر في. فالمديرة بتعدي الموضوع وبتطلب منه ما يعملش كده تاني لان ده هيسوء سمعة الشركة قدام العالم، وبعد كده بتسيبه وبتمشي. وبعدها بيروح هوملاندر على مكتبه وبينادي على ديب، ولما بيوصل ديب هوملاندر بيهدده انه لو بلغ المدير عن اي مصيبة هو عملها تاني فهينهي مسيرته في السيفن. وهنا بقى يا صديقي بنكتشف ان السوبر هيروز دول مش سالكين لبعض، وعكس اللي بيظهروه قدام الشاشة والصحفيين. في نفس الوقت ده بيلي واصحابه بيبقوا قاعدين يفكروا في طريقة يتخلصوا بيها من ترانسلوسنت، فبيقترح فرنش عليهم يزرعوا قنبلة في جسمه وساعتها هيعرفوا يفجروه، وفعلا بيعملوا كده. ولكن ترانسلوسنت بيترجاهم يسيبوه وبيوعدهم انه هيجاوب على كل اسئلتهم، وهيقول لهم كمان على الاعمال الغير قانونية اللي بيعملها السوبر هيروز. ولكن فجأة كاميرات فرنشي بتطلع صوت، وده بسبب ان هوملاندر قدر يوصل للمخزن عن طريق شركات الجي بي اس. فبيلي والباقي بيترعبوا وبيقرروا يفجروا مكان قريب من المخزن علشان هوملاندر يروح له ويسيب المخزن. وفعلا خطتهم بتنجح وبيسيب هوملاندر المخزن وبيروح يلحق المكان اللي اتفجر، وساعتها بقى بيستغل ترانسلوسنت الموقف ده وبيقدر يخرج من القفص. ولكن على اخر لحظة هيوي بيشوفه وبيفجره، وبكده بيكون قتل واحد من السيفن. ولما بيلي بيشوفه بيبقى سعيد جدا لانه نجح في اول خطوة في القضاء على السيفن. وتاني يوم بيروح بيلي وبيقابل صديقه القديم ام واللي بيبقى عايز يتخلص من السيفن بأي طريقة، وبيعرض عليه خطتهم في التخلص من السيفن. فبيعجب ام بيها جدا وبيقرر ينضم ليهم، وبيقعدوا الأربعة وبيراقبوا بطلة خارقة اسمها بوب كلاو. ودي بقى يا صديقي كانت واحدة من السيفن زمان واتطردت بسبب انها ما بقتش قوية زي الاول وبتخسر السباقات، ولكن بنعرف انها اتصاحبت على اي ترين وبقوا اعز اصدقاء. فبيقرر هيوي وام يتنكروا على هيئة عمال صيانة ويروحوا لبيتها علشان يخترقوا الكاميرات بتاعتها ويعرفوا يراقبوها في بيتها، وفعلا بتنجح خطتهم وبيراقبوها. وبعد ايام من المراقبة بيسمعوا اي ترين وهو بيتكلم معاها وبيقول لها انه هياخد منشط الفي علشان يتأكد انه هيكسب في سباق السوبر هيروز، وده لانه لو خسر السباق فهيطرد من السيفن ويبقى مالوش لازمة زيها بالظبط. ولكنها بتنصحه ما ياخدش المنشط ده لان اخر مرة اخده ما قدرش يسيطر على نفسه وفجر روبن. ولكن اي ترين بيتخانق معاها وبياخد المنشط وبيمشي وبيسيبها، وساعتها بيلي واصحابه بيقرروا يحضروا السباق علشان يشوفوا تأثير المنشط وكمان علشان ياخدوا عينة من المنشط ويحللوه. وتاني يوم في السباق مهمة بيلي وهيوي وام بتبقى انهم يصوروا اي ترين من زوايا مختلفة. اما فرنشي فمهمته انه يروح علشان يسرق عينة من المنشط من اوضة اللبس، ولكن في نفس الوقت ده البطلة ستارلايت بتبقى هتدخل اوضة اللبس وتقفش فرنشي، ولكن هيوي بيوقفها على اخر لحظة. وبنعرف انهم اتقابلوا مع بعض زمان واتكلموا، وساعتها هيوي ما كانش يعرف انها بطلة من السيفن. فبيقرر هيوي ياخدها لكافيه قريب ويقعدوا يتكلموا مع بعض هناك، يمكن يعرف يطلع منها باي معلومة. واثناء كلامهم بتشتكي ستارلايت من نوايا السيفن السبعة وبتقول لهيوي انها مش عايزة تسيب السيفن لان الانضمام للسيفن ده حلم اي شخص في العالم. فبيواسيها هيوي وبياخدوا ارقام بعض علشان يبقوا يتكلموا بعدين. وبنرجع تاني لفرنشي اللي للاسف مش بيلاقي اي عينة من المنشط في شنطة اي ترين. في نفس الوقت ده ام بيشوف بوب كلاو اللي ما حضرتش السباق من الكاميرا وهي معاها باقي عينات المنشط، وكمان بتقرر تاخده لما اي ترين مش بيعترف بيها كصديقة قدام الصحفيين، فبتغضب وبتاخد المنشط
المنشط، وساعتها المنشط بيديها طاقة غريبة لدرجة انها قتلت صاحب شقتها لما طلب منها الايجار. فوقتها بيقرر بيلي واصحابه يروحوا يهدوها وياخدوا منها العينات كدليل ان السوبر هيروز بياخدوا منشطات، ودي حاجة مش مسموحة ولو المجتمع عرفها هتبقى كارثة. في نفس الوقت ده في مقر شركة فولت، ديب وهوملاندر بيطلبوا يقابلوا المديرة، ولما بتوصل بيوريها ديب شنطة غريبة وصلت لهم الصبح وبتبقى فيها باقي اعضاء ترانسلوسنت ومعاهم رسالة تهديد. وساعتها هوملاندر بيقول لها ان التهديد ده معناه بداية الحرب. وبالليل بنشوف بيلي وهو بياخد الفيديو اللي فيه اي ترين بيشرب المنشط في بيت بوب كلاو، وبيديه لوكيلة وكالة المخابرات الامريكية سوزان وبيطلب منها تحبس اي ترين، ولكن سوزان بتقول له لازم دليل قوي يثبت ان اي ترين بياخد منشط مش مجرد صور وفيديوهات. فبيخرج بيلي من عندها وبيهدد بوب كلاو علشان تديله عنوان الشخص اللي بيبيع المنشط، وفعلا بتديهوله. وساعتها بيلي بيأمر فرنشي وباقي اصحابه يروحوا على العنوان ده، وهناك فرنشي بيلاقي بنت محبوسة في قفص ومن غير تفكير بيقرر يحررها، ولكن الامن بيجي وبيحاربهم. ولحسن الحظ البنت بتقدر انها تخلص على كل الامن وبتهرب على طول. ووقتها بيلي بيوصل للعنوان وبيطلب من الباقي يدوروا على المنشط، ولكن بيلاقوا سرنجة. وساعتها بيكتشفوا ان البنت المحبوسة كانت فار تجارب للمنشط، فبيطلب بيلي منهم يلاقوا البنت بأي طريقة. وفي الوقت ده الاخبار بتبقى انتشرت والناس عرفت عن المنشط، وبيبقى اي ترين هيتجنن لان مفيش حد يعرف عن المنشط غيره هو وصاحبته. فبيروح وبيسأل بوب كلاو عن مين اللي نشر المعلومات عن المنشط، ولكن بوب بترفض وبتقول له ان ده بسبب تهديد بيلي. فبيطلب منها تستخبى وهو هيحاول يحل الموضوع قبل ما هوملاندر يعرف. في نفس الوقت ده بنشوف البنت اللي كانت في القفص وهي رايحة الكازينو مشهور، واول ما بتوصل بتخلص على صاحب الكازينو. ولما بينتشر الخبر بيقرر بيلي واصحابه يروحوا للكازينو يمكن يقدروا يوصلوا لمعلومة مفيدة. وهناك بيعرفوا ان صاحب الكازينو بيتاجر في البشر واستخدم البنت دي علشان يجرب عليها المنشط. وعلشان كده يا صديقي اول ما خرجت راحت للكازينو علشان تنتقم منه. فبيفضل بيلي واصحابه يدوروا عليها في كل مكان، وفعلا بيلاقوها تحت الترابيزة في محطة القطر. فبيحاول فرنش يتكلم معاها ولكن بتخاف وبتجري منه. وللأسف اي ترين بيوصل للمحطة وبيديها علقة موت، ولكن مش بتموت وبتهرب ناحية الأنفاق. وبيلي وفريقه بيروحوا وراها، وساعتها بيرمي بيلي أنبوبة غاز مخدر علشان يخدر البنت ويعرف ياخدها بدل ما كل شوية كده بتهرب منهم. وتاني يوم الصبح بنشوف مديرة فولت وهي بتتصل بهوملاندر وكوين ميف وبتطلب منهم ينقذوا طيارة خطفها إرهابيين، وبتقول لهم إن دي فرصتهم علشان يكسبوا تعاطف الناس وكمان ينضموا للجيش الأمريكي. وبسهولة بيقدر هوملاندر وميف يوصلوا للطيارة ويدخلوها، ولكن بيلاقوا إرهابي ماسك الطيار. ولما هوملاندر بيحاول يضربه بيطلع من عينه ليزر بالغلط وبيقتل الطيار، ومحرك الطيارة بيتدمر للأسف. وبعدها بيرفض ينقذ الركاب لأنهم هياخدوا وقت طويل، فبيسيب الطيارة وبيهرب. ولما الصحفيين بيتكلموا معاه بيلوم الجيش إنه ما استعنش بالسيفن في وقت أسرع من كده، وبيكذب عليهم وبيقول لهم إنه وصل لما السفينة اتحطمت، مع إنه كان هيحتاج 3 دقايق بس علشان يلاقي الطيارة ويمنع الحادثة. وبعد ما بيخلص بيروح لمكتبه، ولكن بيدخل عليه اي ترين وبيقول له إن الناس بدأت تكتشف المنشط، فبينصحه هوملاندر يقتل حبيبته بوب كلاو بجرعة زيادة. في نفس الوقت ده بيلي ومجموعته كانوا بيحاولوا يوصلوا لأي معلومة عن المنشط، فجت لهم فكرة مجنونة وهي إنهم يحضروا حفلة لإنسان خارق كان موجود في الكازينو السري، وهناك يسألوه بقى عن المنشط. ولحسن الحظ الراعي الرسمي للحفلة بتبقى شركة فولت، فبيستخدم هيوي صديقته ستارلايت علشان يقف في الصفوف الأولى. ولما بيجي يوم الحفلة بينجح هيوي إنه يسأل الإنسان الخارق ده عن المنشط، وبعد تهديدات كتيرة من هيوي بيقول له الإنسان الخارق إن مهمته كانت ينقل المنشط لبعض المستشفيات في المدينة. وساعتها بيتصل هيوي ببيلي وبيقول له إن المنشط في المستشفيات اللي تبع شركة فولت. وبسرعة بيقرر بيلي وام يروحوا يحققوا في واحدة من أكبر المستشفيات اللي تبع فولت. وفي نفس الوقت ده بنشوف اي ترين بعد ما خلص على حبيبته، ولكن بيلاقي كاميرا في الدبدوب بتاعها فبياخدها وبيشوف التسجيل، وللأسف وش فرنشي بيظهر في التسجيل. فبيروح لمركز المعلومات وبيجمع كل حاجة عن فرنشي. وبعد كده بنشوف بيلي وام وهم في مستشفى للأطفال، وهناك بيلاحظوا طفل بيطلع ليزر من عينه، فبيعرفوا ان فولت بتحقن الأطفال بمنشط في علشان لما الأطفال دي تكبر يبقوا جيش من السوبر هيروز يحمي الشركة. وفجأة الأمن
بيلاحظ وجودهم فبيضرب عليهم نار، ولكن بيلي بياخد طفل وبيستخدمه كسلاح يحارب بيه الامن. وبعد ما بينجحوا بيخرجوا من المستشفى، ولكن بيجي لبيلي اتصال من فرنشي بيقول له ان واحد من السيفن هجم على مكان من الاماكن السريه بتاعته. فبيتوتر بيلي وبيقول له ان هم كده اكتشفوا حقيقتك ولازم تهرب حالا من المكان اللي انت مستخبي فيه، وكمان بيطلب منه يسيب له البنت الغريبه علشان ممكن تعطله. فبيقرر فرنشي يحررها ويهرب، ولكن اول ما بيطلع من المكان بيلاقي البطل بلاك نوار في وشه وبيهاجمه. ولحسن الحظ البنت الغريبه بتساعد فرنشي وبتحارب بلاك نوار، ولكن للاسف مش بتقدر عليه. ده كمان بيسبب لها جروح خطيره جدا في جسمها وبيهرب على طول. وساعتها فرنشي بيحاول يفوق البنت، وبالفعل الجروح بتلتئم لوحدها وبتفوق ولا كأن حاجه حصلت. وتاني يوم بنشوف هوملاندر وهو فاتح لايف وبيوري الجمهور البيت اللي عاش فيه وهو صغير. بس اقول لك على حاجه يا صديقي، هوملاندر اصلا ما كانش عنده لا اب ولا ام. هوملاندر ده اول مشروع ناجح فولت عملته. واقول لك كمان على صدمه تانية، ستارلايت وباقي الابطال الخارقين برضه ما عندهمش اب ولا ام، لان دول مشاريع فولت عاملاهم زي هوملاندر. ولكن يا صديقي فولت اكتشفت ان هوملاندر ده عنده عيوب، فقرروا يبعتوا باقي الابطال الخارقين لعائلات علشان يعيشوا حياه طبيعيه، ولما هيكبروا بقى هيرجعوهم تاني الفولت. وهنا بقى بنعرف ان مفيش بطل خارق اتولد طبيعي زي ما المجتمع والسوبر هيروز فاهمين، لان دول كلهم مجرد مشاريع فولت هي اللي عاملاهم. وبعد كده بنشوف فرنشي وباقي الفريق متجمعين وبيفكروا ازاي يعرفوا المجتمع بالجريمه اللي فولت بتعملها، ولكن بيلاقوا البنت الغريبه دي بترسم حاجه. فبيقرر فرنشي يستعين ببطل خارق بيعرف يقرا الافكار اتطرد من السيفن زمان، وده علشان يقرا عقل البنت الصغيره دي يمكن تعرفهم اي معلومه. وفي الوقت ده بيلي وهيوي بيقعدوا مع بعض في مكان عام، وهناك بيحكي بيلي لهيوي عن مراته وبيقول له ان هوملاندر حاول يتحرش بيها اكتر من مره، ولكن بسبب سمعته الكويسه فبيلي ما قدرش ينقذ مراته منه. وفي يوم من الايام مرات بيلي اختفت بدون اي اثر، ومن وقتها وبيلي بيكره السيفن واي بطل خارق، وده لانهم دايما شايفين نفسهم فوق القانون. وعلى الجانب التاني بنشوف فرنشي وهو بيحاول يقنع البطل ميزمر يجي معاهم ويساعدهم، وبعد محاولات كتيره بيوافق وبيروح معاهم للبيت. وهناك بيقابل البنت الغريبه دي وبيمسك ايديها علشان يقرا عقلها، ولكن البنت بتهجم عليه وبتجرحه في ايده. وساعتها بيوصل بيلي وهيوي للبيت، وبعد ما بيفهموا الحوار بيسمحوا لميزمر انه يكمل. فبيحاول مره تانية وبينجح، وبنعرف ان البنت دي اسمها كيميكو، وكانت عضوه في جماعه ارهابيه في الصين قبل ما تتخطف هي واخوها لامريكا. وساعتها بيلي بيفهم ان مش بس فولت بتحقن الاطفال دي كمان بتبعت المنشط للارهابيين بره علشان تكسب ولائهم. وبعد ما بيخلصوا بيطلب بيلي من فريقه يروحوا على اماكنهم السريه وهو هيروح يقابل سوزان، ولكن ميزمر بيغدر بيهم وبيتصل بهوملاندر وبيقول له على بيلي يمكن يرضى يرجعه للسيفن مره تانية. ولما بيقابله بيوريه صوره لبيلي وفريقه، فبياخد هوملاندر الصوره وبيسيبه. وتاني يوم بيجتمع هوملاندر مع باقي السيفن وبيتكلموا على بيلي وفريقه، وكمان بيتهم ستارلايت انها خاينه لانها مصاحبه الشخص اللي قتل ترانسلوسنت. ولكن ستارلايت ما بتبقاش فاهمه حاجه، فبتقف كوين ميف جنبها وبتدعمها. في نفس الوقت ده بيلي بيتخانق مع هيوي وبيقول له ان المفروض تسيب ستارلايت، وده لانها بقت خطر وكمان ممكن تعرف حقيقتك. ولكن هيوي بيبقى رافض وبيتخانق مع بيلي كمان، ولكن بيقطع خناقتهم مكالمه من والد هيوي، ولما بيرد بيتفاجئ بصوت اي ترين. وساعتها بيلي بيعرف ان هم اكتشفوا حقيقتهم، وبسرعه بيروح هيوي على بيت والده وبيتكلم مع اي ترين وبيقول له ما تاذيش ابويا مقابل عينات كتير قوي من المنشط، وبيوريه كمان المنشط. ولكن فجاه بتدخل البنت الغريبه وبتضرب اي ترين في رجله، ودي بتبقى نقطه ضعف الوحيده اللي بتمنعه من استخدام قوته. وبعد كده بنشوف هوملاندر وهو قاعد مع مديرة فولت وبيقول لها مرات بيلي كانت مسؤوله عن التسويق في الشركه هنا ولكن اختفت بدون اي اثر، فبتقول له ان الاجابات كلها عند والدك اللي صنعك. فبيروح هوملاندر لوالده، وهناك الدكتور بيقول له ان مرات بيلي حملت منه بطفل وهو ما يعرفش، فقررت الشركه تخفيها عن عيون كل المجتمع علشان تحافظ الشركه على سمعتها. في نفس الوقت ده بيلي بيطلب من سوزان تاخد عائلات فريقه وتحميهم من السيفن، وفعلا سوزان بتسمع كلامه مقابل انه يديها عينات من المنشط علشان يحللوه. وبعد ما بتاخد سوزان العينات بتستدعي مديرة شركة فولت وبتقول لها كمان على كل الجرائم اللي الشركة عملتها، ولكن بيقطع كلامها مساعدتها وبتوريها فيديو للجيش
الامريكي وهو بيهجم على ارهابيين في الشرق الاوسط، ولكن قائد الارهابيين بيتحول لبطل خارق وبيخلص على الجيش الامريكي كله. في نفس الوقت ده ستارلايت بتتصل بهيوي وبتطلب تقابله علشان تحكي له على كل حاجه، وفعلا بيتقابلوا في مكان عام، وبيقول لها هيوي ان هو وبيلي مش هدفهم خالص ان هم يخلصوا على السيفن، ولكن هدفهم ان هم يفضحوهم قدام المجتمع كله. وقبل ما ستارلايت تنطق بكلمه بيضربها بيلي طلقه لانه خاف تبلغ عنهم. وبتيجي لبيلي مكالمه من سوزان بتقول فيها ان الحكومه قررت تقفل قضيه فولت وتخفي المنشط، وكمان بتبلغوا ان الحكومه حاليا بتطاردهم وبتنصحه انه يستخبى. وعلى الجانب التاني بنشوف الحكومه وهي بتوافق على انضمام السيفن للجيش الامريكي، وبيوقعوا كمان اتفاق ان المنشط يختفي من المجتمع. وبالليل بيروح هوملاندر وبيخلص على مكان الارهابيين بكل سهوله. وتاني يوم بنشوف بيلي وهيوي وهم بيقابلوا مديره بيلي واللي بتشتغل في وكاله الاستخبارات الامريكيه، وبنشوفها وهي بتقول له انها استقالت والوكاله كنسلت مهمته، وده بسبب ان عيلتها اتقتلت على ايد البطل لايت لامب. ولكن بيلي بيبقى حزين وبيقول لها انه مش هيستسلم، فبتنصحه يروح يقابل مديره فولت لانها على علاقه بهوملاندر، واكيد طبعا هي عارفه نقط ضعفه. وبعد كده بتمشي وبتسيبه. في نفس الوقت ده بنشوف ترين وهو بياخد جرعه عاليه جدا من المنشط علشان يرجع قوته من تاني، وفعلا بترجع قوته في يومين، بالرغم ان الدكتور كان متوقع انها ترجع في 6 شهور. وبالليل بنشوف هيوي وهو رايح لمكان العصابه ومعاه خطته، وفعلا بيتحبس مع اصحابه، ولكن قبل ما يهربوا الامن بيخلص على فرنشي وبيطاردهم. ولكن بتدخل ستارلايت وبتقرر انها تخلص على كل الامن وتساعد هيوي، وده لان والدتها اقنعتها تساعده. ولكن لسوء الحظ بيدخل ترين وبيحارب ستارلايت، وطبعا بيبقى اقوى منها بسبب المنشط ده. وقبل ما يخلص عليها بتجيله ازمه قلبيه وبيفقد الوعي، وساعتها ستارلايت بتساعده وبتطلب الاسعاف. وبعد كده بنشوف بيلي وهو في بيت مديرة فولت بعد ما اقتحمه، وبنعرف انه عمل كده علشان يجيب هوملاندر لبيتها ويقتلها قدامه، وده علشان يحس بوجعه لما مراته اختفت. وفعلا هوملاندر بيروح لبيتها ولكن بيخلص عليها بنفسه، وده لانها ما قالتلوش انه عنده ابن. وساعتها بيقرر بيلي يفجر القنبله في المكان، ولكن بينقذه هوملاندر وبياخده لمكان مراته، وبنشوفها بعد كده وهي مع ابن هوملاندر. وبكده بتنتهي احداثنا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا. ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوف بقى وشكوا على خير. سلام.